كلامك. وانا مش طالب اكتر من كده يا باشا. هتعمل ايه مع المزة وابوها؟ ولا حاجه. وبعدين؟ ابوها يرجع يشتغل تاني يا باشا. الواد بدوي بقى بكره بالكتير هيجي لحد عندك ويقدم لك كل اللي تتمناه. ما ندفعش مليم، ولو هندفع ما يبقاش للولد ده بالذات. مين جاب سيره الدفع معاليك؟ عمايل الولد بتقول انه بلد زي ابوه بايعها. في مليون طريقه تخليه يبوس جزمه الباشا. لا هاني مشيع لك عشان تفطمني نخوفه ازاي؟ الخوف مع اللي زي ده يا باشا ملوش لذه. مش هيشبع رغبه معاليك الساميه في تأديبه وتأديب ابوه في صورته. غير الحجر وغير كلامك عشان نفهمه. اخلص يا رزل. اما مرسل عطاشجي ابن عم معاليك بقى يا باشا، فده دلوقتي قهرته ملهاش حدود بعد ما اللي جمعه في سنين عمره راحوا بلا عوده. ده هاني حرام يا نتن، اول ما هنشوف طلته البهيه هنرميهم له. ساعتها هتضحك ضحكتين من قلبك الصافي يا باشا. يا ابن الملاعين وصلت يا بأس. اطلع يا مسعود. ماشي يا باشا، بس برضه هتجيني. خدها قولي. اؤمر يا باشا. مكافئتك يا عين امك. شرف ليا يا باشا. يا باي على رزالتك. اطلع يا مسعود قبل ما يموتني. امشي امشي يلا اطلع. يا ابن الكلب. اللي سمعتيه يا بنتي. يعني ايه يا بابا؟ انا وانت وبدوي يحكم علينا بعنس في السجن في بيوتنا؟ احسن ما يسجننا فوق بورنو. والله بقى ده يبقى احسن. يا بنتي يا بنتي اسمعي الكلام بقى وما تتعبنيش. يا بابا يا بابا دي فرصه وجات لي، ولو اتعرف الوسط اني بتاخر او بضرب اوردرات هينتهي مستقبلي من قبل حتى ما يبدا. تضربي اوردرات وتبطلي تمثيل احسن ما تضربي كهربيه وتقومي بدور واحده ميته وتموتيني بحصرتي عليكي. وبدوي يا بابا هنسيبه كده؟ هو احنا هنروح في داهيه على اتبهنس الا بسبب بدوي وابوه؟ وماله بدوي باباه بس يا بابا؟ على الاقل طلع راجل زي عادته وما فكرش اول ما حضرتك عرضت عليه الجواز اللي انت كنت رافضه. اول ما لقى ان هو ده الحل الوحيد ما فكرش وما ترددش وما خافش، وكله ده كان على ايدك يا بابا. خلاص اتصلي بيه وطمني عليه من هنا، بس اوعي تخليه يجي. دي بقى ما اقدرش اوعدك بيها، ما هو لازم هيعرف، وانا متاكده انه لو عرف هيقلق عليا وهيجي جاري من غير حتى ما يفكر. مش لازم افكرك يا دكتور ان حكايه مرضي دي مش عاوز اي حد يعرف بيها، حتى اقرب الناس ليا. طب ازاي؟ باي طريقه. يؤسفني ان